اول امبارح هل علينا جهبذ الاعلام في مصر وافضل اعلامي رياضي في العالم كله خالد الغندور بالبوست اللي ملوش لازمه ده. انت عارف يا غريمي ان احنا في اخر 7 نسخ في دوري الابطال الاهلي وصل للنهائي 6 مرات؟ طب عارف ان من ضمن ال6 مرات احنا وصلنا للنهائي 4 مرات على التوالي؟ طب واخد بالك ان من ضمن ال4 مرات احنا كسبانين مرتين ورحنا كاس العالم للانديه، في حين ان انت كزمالك بتنافس على وصيف الدوري المحلي بالعافيه. الزمالك بقى من ضمن الفرق الملقبه بحصاله افريقيا من كتر ما انتوا بتخرجوا من دور المجموعات. يا غريمي انت لما خدت 2 دوري محلي ورا بعض كنتوا هتموتوا من الفرحه. انا حقيقي مشفق على بعض جماهير الزمالك اللي عمالين يغيروا تيشيرتات الفرق اللي بيشجعوها ضد الاهلي، من اول القطن الكاميروني ثم الرجاء والترجي وصن داونز اللي كانوا هيموتوا ويلعبنا في النهائي، وحاليا هيشجعوا الوداد. تقريبا كده خالد الغندور ما شافش التصنيف الجديد للفرق العالميه اللي الاهلي نط فيها للتوب 5. يا غريمي الاهلي لو خسر من الوداد 10-0 في النهائي مش هيقلل في قيمته بجنيه. الاهلي في الفتره اللي فاتت عمل كل حاجه حرفيا، وصل للنهائي 6 مرات، لعب 2 كاس عالم للانديه، كسبان سوبر، كسبان كاس مصر، متصدر الدوري حاليا بفرق نقط محترمه جدا عن الوصيف. نفسي بس تركز في الفريق بتاعك وتركز على نقط الضعف اللي عندكم، يمكن تبقى في يوم من الايام فعلا غريمي.